السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم طريقة للفراخ النهارده المخلية، ولا هنقلي ولا هنشوي. تعالوا هقول لكم هنعمل ايه. بصوا هنا عندي بولة هحط فيها مية بصل. المية دي يا ست الكل هتجيبي في الخلاط بصلاية وسط وتحطي فيها حبة مية وتضربيها، هتبقى كده ما فيهاش بصل خالص. وهجيب بهارات فراخ، وهجيب معلقة بابريكا، وهجيب معلقة زيت وملح طبعا، وفلفل اسود حلوين كده، وتوم بودر. قلب كده ماشي. وهنزل عليهم بصدور الفراخ. التتبيله دي تقعد فيها قد ايه؟ لو قعدتيها ليله كامله يا سلام يا سلام، هتبقى احلى واحلى. لكن اقل حاجه ساعتين 3 ونشوف هنعمل ايه. اهو خليها تشرب التتبيله في كل حته. التتبيله ريحتها تحفه، والبهارات الفراخ عامله ريحه جباره اهي. قلبناها كويس قوي. هنجيب استريتش ونغلفها ونحطها في التلاجة تقعد ساعتين 3، ولو من بالليل يبقى يستحسن. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. بعد ما فراخنا قعدت في التلاجة 3 ساعات، جبت حلة فيها مادة دهنية، زيت، سمنة. انا هنا حاطة زبدة على سمنة. هعمل لها ايه؟ هنزلها زي ما كده، هديها تشويحة، هشوحها كده اهو. الحلة تبقى سخنة قوي وننزل عليها بالفراخ تاخد الصدمة. شوحها بس مش اكتر. الناحية التانية ليه بقى بنشوحها؟ عشان تاخد برضو من التتبيلة دي اكتر، يعني التتبيلة تمسك فيها اكتر كده اهو. عايزة اقول لكم الريحة تحفة. بهارات الفراخ مع البهارات اللي احنا حطيناها كلها، المكونات اللي احنا حطيناها كلها. هنقول مع بعض احنا حطينا ايه. حطينا ميه بصل. عايزه تعملي ميه البصل ازاي؟ وغير بقى ما تعصري وتعملي وميبقاش فيه تفل خالص، تحطي بصلايه في الخلاط مع حبه ميه وتضربيها قوي، هتبقى عامله لك زي العصير ماشي. وحطينا ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، حطيت حبه توم باودر وسنه قرفه بس اهي. ننزل وبعد ما عملناها في التتبيله دي تقعد ليله او تقعد عجيله عليها، يبقى ساعتين في التلاجة، وتجيبيها في حله اهي زي ما انتوا شفتوا. هنحط عليها هنحط ماده دهنيه اللي انت عايزاها، زيت، سمنه. انا هنا حطيت زبده مع حبه زيت صغيرين عشان الزبده ما تتحرقش مني، ونزلت عليها اشوحها. خد لا بجد الريحه حلوه قوي قوي قوي. عايزه تعرفي الريحه حلوه ولا لا؟ جربيها وتعرفي بجد بجد الريحه تحفه. طب هنقعد نشوح فيها لحد امتى؟ لحد لما تشرب الايه، الحاجات دي كلها اللي فيها. ريحه مش معقوله، حلو قوي. طبعا هي كده ما استوتش لسه، هوريكم. مش احنا لما بنعمل العرق الريستو بنشوحه مع البهارات بتاعته؟ هي نفس الفكره. هنشوح الفراخ كويس قوي هنا اهو، وهنكمل سواها. هنكمل سواها فيه. بصوا هي كده خلاص خدت شربت الصوص كله اهي. خلاص كده هطلعها بقى. هنعمل ايه بقى في الصوص ده؟ اهي هنجيب البوله اللي كان فيها صوص، هنحط فيها ميه بسم الله، وهنسيبها تغلي.
كلها حطينا فيها الميه وهنسيب الحله دي تغلي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى الصوص اللي هنحطه بعد الفراخ بعد ما شوحناها هيبقى ايه. عباره عن صويا صوص، يبقى ربع كوبايه صوص الباربيكيو، معلقتين صويا صوص اهي، معلقه عسل. يبقى مكوناتنا باربيكيو صوص وصويا صوص ومعلقه عسل بس، وهنحطهم على الوش نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى الميه لما غليت حطيتها اهو في طبق او حله صغيره. هنجيب الفراخ بتاعتنا على شبكه، هنحط من الصوص بتاعنا صوص الباربيكيو مع صويا صوص مع عسل، وندهن على جمال ده كله. هندهنه كده اهو كده. يا نهار جمال اهي. هدهن هنا اهو كده ماشي، وهاخدها على الشبكه. وهنروح فين؟ على الفرن. عرفتوا دي ايه؟ دي صدور فراخ مدخنه. شفتوا بقى الجمال ده كله؟ هنروح بيه على الشبكه، والميه الفراخ والتوابل وكل حاجه هتطلع ده كله على الفراخ وتديها ريحه ولون. رجعت لكم اهي بعد ما طلعت من الفرن. بصوا جمالها وحلاوتها. طلعت من الفرن وسبتها تبرد وحطيتها في التلاجة تسقع شويه عشان تعرفي تقطعيها. دي لو عايزه تسيبيها زي كده زي ما هي كده سليمه وتحطيها في الفريزر، وقبل ما تستخدميها الساندوتشات حلاوتها كده في الساندوتشات بتاعه المدارس. بصوا بصوا حلوه ازاي اهي، مستويه وجميله اهي. بصوا بصوا الصوص وجماله وحلاوته. هتروحي مطلعاها احلى مليون مره من اللانشون. احنا مش عارفين بيتعمل بايه لو ما قدرناش نعمله في البيت اهي. احلى مليون مره بتتعمل في سندوتشات في عزومات. انا رايحه النادي مع الولاد تتعمل برضو. هتشيليها زي ما هي كده في الفريزر وهتطلعيها تهدى وتقطعيها زي اللحمه البارده وتحطيها في سندوتشات، تحطيها في اي حشوات عايزه. يعني ممكن تحطيها في المكرونه البشاميل بدل اللحمه تعمليها بالفراخ دي. ممكن تحطيها تعملي سندوتشات سوري بيها، شاورما بيها. تخش في كل حاجه انت عايزه تعمليها تبقى زي الفل. سندوتشات كده بس عشاء غدا تحطيها جنب اي وجبه انت بتعمليها هتبقى جميله جدا جدا جدا. يا رب الطريقه تكون سهله وطعمها عايزه اقول لكم حلوه قوي قوي، وريحتها قلبت الشقه وهي في الفرن. يا رب الطريقه اللي انا وريتها لكم تكون سهله تقولوا لي رايكم فيها. بصوا بصوا الحلاوه والجمال، بجد بجد طعمها حلو قوي قوي قوي. مش هتندمي لو عملتيها اهي. بصوا مستويه جميله جدا جدا جدا، وطريه قوي من جوه، مش ناشفه مش ناشفه خالص، وحلوه قوي قوي. انا عايزه اقول لكم اللي انا عملتها كمان مش في الفرن، عملتها في الاير فاير. بصوا ما نشفتش خالص، طريه من جوه، حلوه قوي قوي قوي. وفي الفرن طبعا زي الطريقه اللي انا قلت لكم مع الميه اللي بالتوابل هتطلع عليها هتطريها. دي سبب اللي هي طريه كده وحلوه وجميله ولونها حلو قوي قوي قوي. يا رب تكون الطريقه عجبتكم وتجربوها. اشوفكم بخير في فيديو جديد. السلام عليكم.